عمرك تخيلتي اختك من دمك ولحمك تصرفقك لوجهك وتجري عليك من دارها حيت راجلها بغى يتعدى عليك؟ انا سكت سيني على التحرش ديال راجل اختي باش ما نشتتش ليها شملها. الخوت صبرت سنين على التحرش ديال راجل اختي باش ما نريبش ليها دارها ونشتت ليها كما كنقولوا العش. صبرت على الشوفات ديالو الموسخه وعلى القيسات ديالو الخبيثه اللي كانت يقيسني في المناطق الانثويه ديالي، ولكن نهار قررت انني نفضحو المشكل ما كانش فيه هو، المفاجاه كانت في اختي اللي فضلت تصدق جلادو وتذبح الضحيه. ولكن اللي ما كانوش عارفينه بجوج بيهم انني كنت موجده لي واحد القنبله في التليفون ديالي اللي خلات ديك الدار تريب على ريوسهم في دقيقه واحده. سمعوا القصه مزيان من الاول حتى الاخر، غتخليكم تعيدوا النظر في كلمه الثقه. انا سميتي الهام، ربي عطاني واحد القبول وواحد الزين، الناس كيقولوا لي عليه نعمه وانا كنشوف نقمه عليا. اختي الكبيره سعاد هي اللي رباتني، كنت كنشوفها بحال امي. سعاد تزوجات بكريم راجل ميسور مهلي فيها وعايشين في فيلا تبارك الله. كنت كنمشي عندهم ديما نعاون اختي نلعب مع اولادها نواسيها حيت راجلها كيغبروا بزاف. في الاول كريم كان كيعاملني بحال اختو الصغيره، كان بيناتنا الحدود والاحترام. اهلا الهام كديره الهام، هادشي اللي كيدور بيناتنا. غير كملت 20 عام وبديت كنزيان ونكبر، نظرات ديال كريم ليا تبدلات، ولا كيشوف فيا شي شوفات كيخليو اللحم ديالي يشوك، شوفات ديال الصياد كيشوف الفارسه ديالو، ماشي نسيب اللي كيشوف في الاخت مراتو. بدات القضيه بلمسات بريئه، فاش كندوز من حداه كيحاول باي طريقه يقيسني، اولا مديت لي شي كاس د اتاي ولا كاس الماء كيحاول انه يقيسني في صباعي، يعني كيحاول يتحرش بيا. كنت كنخنزر فيه، كان كيضحك هذيك الضحكه الصفراء وكيقول لي بشويه مالك الزين معقده، رحنا عائله والامور تطورات. ولا كيصيفط لي ميساجات في الليل، اختي ناسه كيقول لي بالله انا كنحلم بك بالليل، اختك راه كبرات وشرفات وانت هي الفريزه اللي كنحلم بها وكنتشهاها. كنت كنقرا دوك الميساجات وكنبقى نبكي، كنت باغيه نمشي عند سعاد ونوريها كاع داكشي اللي كيصيفط لي راجلها، ولكن كنقول مع راسي سعاد مريضه بالسكر والطونسيون، الا عرفت راجلها خاين غتموت ولا غيطرطق ليها شي عرق في راسها وتشت ولادها وتشت دارها، نكون انا السبب. اللهم نصبر ونسكت مكمده في قلبي. واحد ليله كانت الشتا خيط من السما، كنت بيته كيف العاده عند اختي حيت كانت عيانه وشاده الفراش. مع ديك الوحده ديال الليل نط الكوزينه باش نشرب الماء، الدار ساكته ومظلمه، وانا حاله الثلاجه تنحس بيد تحطوا ليا فوق كتافي والنفس حاره في ودني. جمت في بلاصتي، كان كريم اللي هو راجل اختي هضر ليا في ودني، قال لي صافي الهام عييت ما نصبر، اليوم ديالي وديالك، اختك راه شرفات ومريضه وما بقاتش قاده، انا باغي نتمتع بيك ولوح ديك الشارفه يعني على اختي. دفعته بالجد وطيحت الكيسان وقلت ليه وانا كنترعد بعد مني الحيوان، واش ما كتحشمش؟ انا راه بحال اختك. كريم تبدل ولا وحش وقال لي بلا ما تغوتي حتى حد ما غيتيقك، انا مول الدار ومول الفلوس وانتي غير يتيمه ساكنه في خيري. بدا كيتقرب مني باش يتهجم عليا. في ديك اللحظه تحل باب الكوزينه وتشعل الضوء. هذيك الساعه كانت سعاد اختي واقفه وجهها صفر وشعرها كله مشاكك. جريت عندها وحاولت ان نتخبى مور ظهرها. سعاد عتقيني، راجلك بغى يتعدى عليا. كريم في جزء من الثانيه طاح الارض وبدا كيمثل وكيبكي. شوفي يا سعاد، شوفي اختك، شوفي اختك اللي مربيها دخلت عليا الكوزينه وحاولت انها تغريني. طلق اختي وتزوج بيا انا مازال صغيره، اختي راه شرفات. انا بقيت مصدومه، درت عند اختي وكنتسنى انها تدافع عليا، كنت كنتسنى تقول لي اسكت يا الكذاب، انا كنعرفك، انا كنعرف اختي شنو كتسوى. ولكن الصدمه سعاد قربت مني طراق صرفقتني لدرجه حسيت بدراسي تحركوا. قالت لي بصوت عامر حقد، يا خطافه الرجال يلي ما فيك خير، هادشي باش جازيتيني باغيه تخطفي لي راجلي حيت لاباس عليه، خرجي عليا من داري يا المسخوطه. دموعي نشفوه البلاصه، الضربه ديال اختي قصحت لي قلبي. كريم كان واقف موراها وكيبتسم بانتصار، كيسحب ليه بلا ربح الطرح. مسحت فمي من الدم اللي كان دايز منه وهزيت التليفون اللي كان في جيبي وقلت ليهم بوروده
سعاد، قبل ما تحكمي عليا وقبل ما تجري عليا، سمعي هادي وسمع حتى انت السي كريم. وركت على الاوديو الاول، الصوت ديال كريم في الكوزينه واضح. كنت مسجله كلشي في اللحظه اللي دخلت فيها الكوزينه، حيت عارفه كريم غادي يتبعني. طلق الاوديو فيه كريم كيهضر، قال لي بصوت حنين: صافي يا الهام، عييت ما نصبر، اليوم ديالي وديالك، اختك راه غايبه في النعاس. سمعتها الاوديو الاول وهي باقا مصدومه، عاودت وركت على الاوديو الثاني: اختك راه نعسات وانا كنحلم بيك، اختك كبرات وشرفات، وانت هي الفريزه اللي كنحلم بيها وكنتشهاها. سعاد وجهها ولا كحل، دارت عند كريم اللي ولا كيترعد بحال الكلب، قالت لي بصوت مخنوق وفيه بزاف الغل والكراهيه: انا شارفه، باغي تلوحني لدار العجازه. كريم حاول يهضر ويبرر الموقف ديالو، قال لها داك التسجيل غير بالذكاء الاصطناعي، ما تثيقيش فيها، راه بغات تشمل ديالنا وبغات تفارقنا. هذيك الساعه سعاد اختي هزات واحد المقله كانت فوق البوطاجي، اول مره في حياتها هجمت على راجلها بحال شي سبع، ضرباتو ونتفاتو غوتها وجمعات الجيران. انا هزيت حويجي وخليت جهنم شاعله في دارهم، وخليت اختي كتاخذ حقها بيديا، وخليت داك الديب كياكل العصا وكيبوس الرجلين. هذه القصه ديالنا هذا النهار، كنتمنى اي واحد سمعها ياخذ منها العبره. وما تنساوش ديروا لايك، بارطاج، وتبارطاجوا هذه القصه مع الناس اللي عزاز عليكم. شكرا لكم مسبقا وخليتكم على خير.